خدت القرار عشان تروح الgym، بس دماغك متلخبطة وحاسس إن أنت قلقان ومش عارف هتبدأ إزاي، بتسمع من كل حد كلام وده مخلّيك متلخبط زيادة ومش عارف هتبدأ إزاي، اتطمن، أنا هنا عشان أساعدك وأقول لك هتعمل إيه. الفيديو ده معمول مخصوص عشان يخلّيك تبدأ بخطة واضحة وبتمرين وإزاي تفكّر وإزاي تبتدي الgym بتاعك من غير قلق ومن غير توهان. ليه بنحس إن إحنا مرتبكين ومتلخبطين أول ما بناخد القرار إن إحنا نروح الgym؟ أجهزة كتير وتمارين غريبة وناس بتتكلم حاجات إحنا مش فاهمينها، وبتخش تلاقي ناس شكلها فاهمة كويس أوي وجسمها جامد، وبتبقى خايف إن حد يبُص لك بصّة كده والّا كده. أنا عايز أطمنك وأقول لك الناس دي كلها ابتدت زيك ويمكن أقل منك. خلّيني أقول لك بقى حقيقة مهمة جدًا، ولا واحد من دُولة بدأ فات، كلّهم بدأوا زيك ويمكن أقل كمان، كلّهم بدأوا من الصفر، يمكن الفرق الوحيد إن اللي كمّل هو اللي كسب. حاجة تانية كمان، خلّي بالك ولا حد من اللي موجود في الgym مهتم إن هو يبُص على حد والّا يتنمر على حد، يشوف حد هيبدأ إزاي، بالعكس الناس بتحترم جدًا اللي لسه بيبدأ، وبتحترم جدًا اللي عنده إرادة وإن هو عايز يبدأ يتمرن ويغيّر من حياته. بُص أنا هاعلّمك تبدأ بخطة بسيطة وسهلة من غير ما تعقّد نفسك ولا تدخل في تمارين معقّدة ولا تمارين من اللي أنت بتشوفها trend على النت ولا الكلام ده، ولا اللي بتسمعها من أي حد. إحنا هنعمل خطة فيها نوعين من التمرين، تمرين A وتمرين B، وهنبدّلهم كل أسبوع، يعني أسبوع هيبقى تمرين A وأسبوع هيبقى تمرين B، وهاقول لك ده هيمشي إزاي في آخر الفيديو. ليه بقى مش محتاج تمارين كتير؟ أصلًا العضلات مش بتكبر من التمارين الكتير والتمارين اللي فيها أكروبات والتمارين الtrendy والكلام ده، العضلات بتكبر من الضغط الصح والتمرين الصح، ولا بقى من عدد التمارين ولا من التعقيد ولا من الكلام ده. إحنا هنلعب على تمارين مركبة تشتغل على أكتر من عضلة، ودي اللي هتساعدك إنك أنت تعمل فورمة كويس وفي وقت كويس، وده اللي بيجيب نتيجة أسرع للمبتدئين. تاني نقطة مهمة مع رحلتك الgym هي تغذية، وتغذية ما هياش دايت ولا دايت حرمان زي ما أنت متخيل، لأ إنك أنت تاكل صح وتبقى عارف أنت بتعمل إيه وبتاكل إزاي. ودي حاجة مهمة جدًا إنك أنت تاخد بالك منها في بداية الرحلة بتاعة الgym. أهم حاجة تهتم بيها هي البروتين، protein powders ولا الكلام ده، أنت عندك فراخ، لحمة، سمك، بيض، تونة، زبادي، لبن، كل ده مهم للبروتينات، وبتكمّل مع دوّة الأكل الطبيعي، زي الرز والخضار والفاكهة، وتبعد تمامًا عن الأكل اللي معمول له processing، الحاجات المُعلبة، اللانشونات، الكلام ده كله، ده هيضرك في الdiet بتاعك. المكملات بقى وباختصار أنت مش محتاج تقعد تجري ورا أسماء غريبة في المكملات ولا الكلام ده، أهم حاجة في المكملات اللي أنت هتبتدي تاخدها وأنت بتتمرن وما فيهاش ضرر ولا فيها أي حاجة، البروتين لو متاح لو تقدر، غير كده ممكن تاخده من مصادر الأكل الطبيعية زي ما قُلنا الفراخ والفراخ واللحمة والبيض واللبن والكرياتين، الكرياتين ده مهم لازم ما تستغناش عنه، 5 جرام كل يوم ده أنت بالنسبة لك كافي جدًا ومش محتاج أكتر من كده. تالت نقطة ودي مهمة جدًا، المتابعة، تابع نفسك كويس جدًا، اعرف أنت بتتمرن بأوزان إيه، اكتب الأوزان اللي أنت بتتمرن بيها، زوّد كل أسبوع أوزان أو تكرارات، يعني شدة تمرينك لازم تزيد كل أسبوع، خلّيك متابع كويس جدًا المستوى بتاعك، صوّر نفسك. وشوف الفرق ما بين أسبوع وأسبوع أو أسبوع. النقطة المهمة اللي عايز أأكد لك عليها تاني هي الخوف من نظرة الناس. خلّي بالك في الgym ما حدش فاضي إن هو يبُص على التاني أو إن هو يشوفه بيعمل إيه أو هيبدأ منين أو الناس دي كلّها بدأت من الصفر، كلّهم كانوا مكانك، وزي ما قُلت لك الكسبان هو اللي كمّل واشتغل على نَفْسه واتطوّر. ابدأ وما تخافش. باختصار كده الgym ما هواش تعقيد، ما هواش مكملات، ما هواش تمارين معقّدة وتمارين trendy. الgym عايز تبدأه صح هو أساسيات أكل صح، راحة صح، وصبر والتزام، لو عملت كده النتيجة هتفاجئك. الخطة اللي إحنا اتفقنا عليها هتبقى مقسومة ل2، أسبوع وأسبوع، هتبقى خطة واحد، أسبوع هتبدأ التمرين بتاعك بsquat وده بيشتغل على جسمك كله، بعديها هتدخل على الbench press وده بيشتغل على الchest والtriceps والكتف، وبعدين بعد كده هتدخل lat pull down ده بيشتغل على الضهر وبيشغل التراي كمان، هتخلّص دوّة وهتلعب شوية تمارين بسيطة بطن، 3 مجموعات بطن من 8 ل12 عدد. الأسبوع اللي بعده هتشتغل على الخطة B وده هتبتدي تاخد فيها أول حاجة dead lift وده من أقوى التمارين اللي بتزود القوة بتاعة الجسم، وبعدين هتاخد overhead press ده للكتف، وبعدين هتاخد pull ups أو lat pull down ده بيشتغل تاني على الضهر والbiceps، وهتعمل برضه في الآخر شوية تمارين بطن، وهتبدِّل أسبوع كده وأسبوع كده لمدة شهر أو شهر ونُص، وبعدين بعد كده هتبتدي تغيّر وتشتغل تمارين بقى اللي هي كل عضلة لوحدها، وأنا هابقى معاك برضه في الفيديوهات اللي جاية أفهّمك هتعمل إيه والخطة بتاعتك تمشي إزاي. خلّيك متابعنا على القناة عشان تقدر تتابع معانا وتقدر تطوّر نَفْسك. سلام.